زي العسل، والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك انت وسيب الاكل لينا احنا. انت عارف بقى يا حسين، بعد الجمله دي بالذات انا لو منك الم شنطه هدومي واسيب البيت ده اصل خلاص دي مرمطه. خلي عندك كرامه، هات بيجامه حسين. كرامة؟ هروح اصلي العصر احسن. كرامة ايه؟ ده جبلة وما بيحسش على دم، هو ده عنده كرامة ده؟ خلاص بقى يا بطه، خلاص بقى يا اما هاتي دي. بقول لك انت كمان اللي انت عايزاه. انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله حتى بالعافيه، انا مش ناقصه وجع قلب. حاضر يا اما. مش كفايه عليا ابوك اللي عازم لي بكره لجنه العمال على الغدا، وانا بصراحه بقى ما عادش فيا صحه للكلام. ولا يهمك يا محاسب حسين، انا هكلم لك الضابط بتاع امن الدوله يجي يلم عبد الناصر واصحابه من الشقه. اضحكي بقى يا بطه. يا ابن الايه وحشتني. بس برضه ازاي يا واد تروح تجيب واحده من الشارع؟ ليه رمرام بقى بعد البت شيرين اللي زي فلقه القمر تروح تجيب واحده من الشارع؟ والله انا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت، هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه. خلاص بقى يا هدى، مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت. انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عذراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بصي بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير قطم رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بصي يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت، هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومة كآبة، شلتة غتاتة قاعدة في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده. بصراحه بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا انت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحده في الشارع؟ ها؟ مش عايز افسر بقى، هتبقى عيبه في حقك. يلا سلام عليكم، اسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم انتوا بتتصالحوا، ها؟ كفايه جرمق العيال اللي واقف بره ده. اتصالحوا بس اتصالحوا، ها؟ بالراحه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين قلقان، قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، انت ما صدقت. خدي بالك من جوزك. سلام عليكم. حاضر يا محمود. راح فين ده؟ تعالى يا ابني في ايه يا مين حبيبي؟ الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني الظابط يا ابني زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام انت؟ عليك. يا لا اله الا الله. يعني ايه؟ دي مهزله. انت ازاي ما طلعلوش امر اعتقال فورا؟ ممكن يا فندم، بس بتهمة ايه؟ يا سلام، ده هو لما يثبت مخبر ويتطول عليه ويتعدى عليه اثناء خدمته، دي مش جريمه؟ مظبوط يا باشا، بس واضح ان سيادتك عصبي شويه النهارده، وعشان كده انا مضطر افكرك. المراقبه اللي كانت على الواد ده كانت من غير اذن النيابه. اعتقلوا الموجب قانون الطوارئ يا اخي. المهم الواد يتربى والموضوع ما يعديش كده. سيادتك ناسي ان الواد ده ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان، ولسه طالع من كام يوم في التلفزيون متكلم علينا. يعني لو ما فيش حاجه ثابته ضد الواد ده هيعمل لنا شوشره، الضرر بتاعها هيبقى اكتر بكتير من نفعها. انا مش فاهم الواد جاب الجرأة دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريال لا راح ولا جه. احنا في عصر السرعه يا باشا. زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسه دول كانوا بياخدوا وقت على ما عودهم ينشف ويعملوا شبكه العلاقات بتاعتهم. انما دلوقتي خلاص، الواد من دول بيخش في السياسه وباقل من سنه بيبقى معاه نمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبره مصر. ده غير طبعا المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر. تويتر؟ هما كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير، بس بيزيدوا يوم بعد التاني. على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم. واي نعيم. سيادتك لما بتعتقل واحد من البهوات اللي بدقون دول وتوديه ورا الشمس محدش بيبكي عليه، ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا بالذي مضى، يخرج لاهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير. انما احنا بقى بيطلع عين ابونا مع بتوع المجتمع المدني والطلبه. لو قربنا ناحيه اي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجيلك من المنظمات بتاعت حقوق الانسان سواء دوليه او محليه. خلاص يا سيدي، ما تحسسنيش ان انت بتحسدني. طب ما حضرتش ايام العذاب اللي كنا بنلاقيه مع بتوع النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح. يلا كل واحد بياخد له يومين. المهم يا باشا، عايزين نفكر ازاي نربي الواد ده عشان ما يتفرعنش علينا بعد كده.
استغفر الله العظيم يا رب، هو ده وقته؟ الو. الو، صباح الخير. صباح الخير. ايه يا ابني؟ انا عمك عبد الناصر. ايوه يا عمي. انت لسه نايم ولا ايه؟ ما عندكش شغل النهارده؟ عندي مواعيد متأخرة شوية، ما انت عارف شغل التجارة تسهيل. وبعدين ايه النمرة الغريبة دي؟ ولا انا موبايل اللي خرف ولا ايه؟ ماني نزلت اكلمك من الشارع مخصوص. ايه خير يا عمي خير؟ نفسي يبقى خير والله. عشان كده قلت اكلمك من تحت مخصوص، عشان مش عايز حد يسمع الكلام اللي هقوله لك. بقى صح يا شافع، ارجع من الشغل امبارح الاقي الواد محمود نايم في البيت، وامه تقول لي ان ساب الشغل وساب بورسعيد كلها. ينفع اسلوب الحوار ده بينا يا عمي؟ ليه الدخلة السخنة دي؟ وبعدين ليه ما يكونش ابنك بتاع نسوان اساسا؟ ولا انت متأكد انه ملوش في النسوان؟ وعلى فكرة انا حبيت الم الموضوع، بس اخته هي اللي طبت بقى والموضوع انكشف. اسمع اسمع اسمع، ياك هتقول لي الكلام الاهبل بتاع حكايه البت اللي لقيتها معاها في الشقه، وانك خدتك الحماسه واتنفضت عشان تدافع عن شرف الشقه. اسمع يالا، بطل الكلام ده. ليه انت ناسي انني عارف انك فلات وعينك زيغه؟ انت هتنسى حكايه البت اللي كانت شغاله معاك في الشركه، ها؟ اللي جت كلمتني وراحت كلمت مراتك وكان هيبقى فيها طلاق. ده كان موضوع قديم وراح لحاله وربنا غفور رحيم. واسأل بنتك، انا شايلها فوق راسي بشيل. ده احنا قلنا انك بقيت عاقل وهتراعي ربنا في بيتك وعيالك، لكن الظاهر بقى اللي فيه ده ما بيبطلوش. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا كذاب يا عمي؟ ليه كده؟ طب ايه رأيك بقى ان دي مش اول مشكلة ابنك يعملها ببورسعيد بسبب النسوان؟ ماشي؟ واضح ده بقى ان اسلوب حياته مع الستات. ايوه يا عمي، بدليل انه واخد مطوه في دراعه. واكشف عليه، واخدها بسبب بنت بورسعيد من قريب قوي. واذا ما انتش مصدقني تعال اقعد مع كامل ويحكي لك بلاويه. طيب طيب طيب. ماشي ماشي.